هقولك ازاي تنسقي لبسك الكاجوال بطريقة ترندي وشيك. ارت ستوديو هيسهلها عليكي. اول خطوة قبل اي حاجة مهم تختاري لبسك يكون مناسب على شكل جسمك، يعني ولا واسع ولا ضيق. تاني حاجة ودي الأهم، إنك تعملي تناسق ما بين القطع اللي انت بتختاريها. يعني مثلا لو انت في الأوتفيت بتاعك بلوزة مطرزة، فالأفضل إن انت تختاري اكسسوارز وشنطة تكون بسيطة خالص وألوانها هادية. ولو انت هتختاري شميز واسع، فالأفضل إن انت تختاري بنطلون يكون على مقاسك علشان يكون في تناسق ما بين القطعتين. لو انت هتلبسي شميز طوله قصير، فالأفضل إن انت تلبسي جيبة واسعة، ده بيكون حلو أوي للخروج بالليل وكمان في المناسبات. تعرفي ان اختيارك للالوان المحايده سواء فاتحه او غامقه زي البنفسجي والرمادي والاخضر والازرق، لان الالوان المحايده بتخلق اطلاله كاجوال ومريحه جدا للعين. جربي انك تختاري الوان جريئه، بس المهم تكون مناسبه لبشرتك، بتخلق اطلاله جديده. يعني اللون الفوشيا لون جريء جدا، بس الاهم ان انت تعرفي ازاي تنسقي عليه القطعه التانيه. يعني مثلا ممكن تلبسي بنطلون فوشيا وتنسقي عليه شميز او بلوزه بيضاء، هتكون مناسبه جدا للشغل او خروجك بالليل.